السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم الشباكيه اللي كتجي رطبه ومقادير بسيطه وفي متناول الجميع. نتمنى تعجبكم، جربوها وتعجبكم وتردوا لي الخبر. راه مقادير جد بسيطه، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي خارجه على يعني كلشي كاين في الدار، وكتجي رطبه وهشيشه، يعني كتذوب في الفم. هانتوما شفتوا القوام ديالها كي دايره، انا وريتكم يعني رطبه بزاف ماشي شويه، وما كتاخذش منكم بزاف ديال المقادير، وكتخرج لكم واحد الكميه لا باس بها مزيانه، يعني احسن من تشريو من الزنقه ما فيها لا قوام لا حتى حاجه. من الاحسن بعدا هذه كتكون مقومه واليد وقاليه في واحد الزيت مزيانه وما فيها يعني اي حاجه ديرها على يدك. ندخلوا المقادير. شوفوا المقادير اللي هي جد سهله. هي الملحه حطيتها الاول، خفت ننساها. هنايا كاس تاع الزبده، هذا باقا نحيدو داك الكشكوشه الفوقانيه تاع رخصة تحيد هذيك. نزيدو عليها كاس تاع الزيت. اللي بغى يخلط الروميه والبلديه او اللي بغى يخلط، يعني انا مخلطاها تما، واللي ما بغاش يخلطها ماشي مشكل. هنايا كاس تاع النافع، جوج وكاس تاع اللوز، كلشي مطحون مزيان وباقا نزيد نغربلهم. وهنا ثلث كاس او الربع ديال الخل، ماشي بزاف باش ما تجيش كما رطبه بزاف. وهنا معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه الحلاوه، ومعلقه ديال القرفه. هنا صفر بيضه. هنا كاس تاع المزهر يكون كبير، يعني ما يعادل قرعه صغيره ديال بلاستيك اللي ديال المزهر، درتها كامله. هنايا خماره ديال الحلوى والطحين، يعني الطحين على حسب شحال ما يهز، طحين من نوع جيد. صافي هنايا نبداو. كاين النافع وكاين حبه الحلاوه، يعني معلقه ما يعادل معلقه كبيره. صافي غناخدو هنا القصعه ديالنا او القصريه واحد واش تيقول ليها. غنبداو نغربلو بدا الاولانيين اللوز والزجلان. هما شتا انا غربلتهم مزيان بلا ما نطول عليكم بزاف. انا غربلتهم الاولانيين، حطيتهم باش ما يبقاوش لكم مكورين في وسط العجينه. هانتوما شفتوا ولا كلشي منيل، باش حتى في العجينه ملي تعجنوا ما تبقاش تقطع لكم بزاف. هذا ديجا هاد النافع وحبه الحلاوه منيلاهم ديجا، والقرفه راه حتى هي كاينه تما معلقه كبيره، يعني كلشي معلقه كبيره كل من نافع وحبه الحلاوه والقرفه. صافي الخلطه د النواشف هي الاولى. نديرو كاس تاع الزيت، ها هو يعني المقادير ملي كتخلطيها كلشي كيجيك ساهل، وعاد تزيد الطحين في الاخر. كاين اللي كيبدا بالطحين وعاد تيبدا يجمع بمزهر، يعني كل واحد الطريقه ديالو، ولكن هاد الطريقه مجرباها كتجيني مزيانه وسهله باش تعرفوا حتى الطحين شحال يهز ليكم. بعض المرات يكون عندكم هانتوما الزبده بدا كنحيد داك الفوقاني، شفتوا راه ما غنديروش، انا غير وريتكم في الاول، وريتكم كيفاش نحيدو باش حتى واحد ما يديرو. نزيدو داك كاس تاع الزبده حتى هو، يعني ماشي شي بها. نتوما كتشوفوا المقادير راه حتى حاجه ما كاينه غاليه تما. ونأكد عليه هو ان الزبده حيوانيه، ماشي مارغرين او لا شي حاجه، هذه اللي نأكد لكم عليها بزاف. وهنا كاس تاع المزهر، وباقي لي واحد شي شويه غنزيدو في الاخر، كنت نسيتو هاد زدتو. وهنا الخل، وبقى لي الماء فيه شي شويه الماء مخلط فيه الزعفران حتى الاخر غادي نديرو. نسيت ما وريتوش لكم في المقادير في الاول، يعني خرقوم يعني ديال الكاغيط، ماشي الخرقوم ديال اللي البلدي. صافي حنا نخلطوا هاد المقادير كامله مزيان وتدخل العناصر في بعضياتها.
من بعد غنزيدو الطحين والخماره شويه بشويه باش تعرفوا القوام ديالها كيفاش يجي. واللي عنده الميكسور يدير الميكسور احسن. انا فضلت ندير يديا، يعني كاي واحد ما عندوش ولا شي حاجه الميكسور ولا شي حاجه او الخسرالو يكمل باليد ماشي مشكل، حنا اليد كنخدموا بها بزاف. صافي نزيدو هاد البيضه حتى هي. صافي دابا غيبقى لنا غير الخماره والطحين. صافي نخلطوا هادشي مزيان. شوف كيفاش جا الخليط. صافي تخلط مزيان. دابا انا عطيت واحد المعلقه تكون كبيره باش نبقى نهز بها الطحين. صافي نبقى نزيدو شويه بشويه، لان الطحين بالمرات يكون الطحين تيشرب دغيا، يعني ما تعرفوش بمرات العجينه دغيا تقصح لكم، يعني من الاحسن تزيدوا شويه وخلطوا وعاد زيدوا يعني الطحين كل مره شويه بشويه. هي ملي كتخلطوا شويه بشويه حتى الخليط كيتجمع مزيان ومنها العناصر كتدخل في الطحين مزيان، احسن تكبوا كلشي بخطره واحده. صافي نبقاو على هاد الطريقه، غنزيدو الطحين شويه بشويه ونجمعو نجمعو حتى نكملو نشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي بالاخر. اي حاجه خصها الخاطر غير بشويه، ملي يكونوا تبغوا ديروا شي حاجه يعني مكانش عندكم الخاطر ليها كاع ما تبداوها، لان الخاطر هو كلشي. صافي نبقاو نشدو لها. نتوما شوفوا العجينه رطبه في اليد ما كتلصق ما حتى حاجه، والمقادير فيها كلها مضبوطه، يعني راه ناجحه 100%. وكنتمنى كل وحده فيكم تجربها وترد عليا الاخبار. هنا ما استعملتش انا الخميره ديال الحبيبات او الخميره معجونه، لانها ما تحتاجش، لان هذيك الخميره كافيه وغتجي رطبه. يعني تيقولوا خميره معجونه او الخميره حبيبات غترطبها، هادشي كافي. هذا ما زهر كنت نسيتو في الاخر عاد زدتو واحد شويه باش تجي المقادير هي هذيك مضبوطه، لانها كاس بالعنبه، كاس العنبه وواحد الثلث ديال الكاس تيجي تقريبا، حيت انا كنت درت كاس كبير في الاول. صافي هنا نبقى نزيدو. هنا زربت لكم المقطع باش مبقاش يعني غيشد لكم اكثر من نص ساعه ديال باش تشوفوه. اللهم زربتوه اختصروا. صافي نبقاو غادي على هاد الماء. هانتوما كتشوفوا مره كنزيد الطحين وكنشوف القوام فين غيجي، لان ما خصهاش يجي قاصح بزاف وما خصهاش يجي رطبه بزاف. هي العجينه راه كتجي رطبه وكتجي زوينه وكتجي ساهله حتى في الخدمه، يعني غجربوها راها رائعه بزاف ماشي شويه. انا باقا نزيدو هنا الطحين لان باقا جاتني يجي شويه خفيفه. حنا كل مره كنزيدو. حاولوا تعطيوها الخاطر شويه وتتاكدوا منها ولات بينو وبين تحيدوها من يديكم، لانها هذه كتبغي شويه الخاطر بزاف شباكيه. انا خليتكم المقطع كله يدوز واخا بالزربه، خليتو كله يدوز باش تشوفوا المراحل اللي كندوز عليها عاد نلحقوا هاد المرحله. صافي دابا هنا سالينا العجينه، ها هي القوام تاعها هو هذا. حنا غنديرو فواحد البلاصتيكه غنخليوها حتى ترطب بشويه وغنقسموها. خليوها دابا باش ترجع على ديك الميكه شويه ثاني باش ترطب. هي راه كترطب، راه ماشي كتدلك. شحال وحده كتقول لك راك خشى الميكه باش كتدلك، لا هي كترطب شويه وما كتبقاش يعني قاصحه، يعني كتلين، يعني واخا ضربها بالمدلك تتلين. صافي دابا هي ملي خليتها واحد 4 ساعات تحت ولا 3 ساعه. حيت ما فيها الخميره على والو، ما تخافوش منها، فيها الخميره الحلوه ماشي بحال الخميره ديال المعجونه. صافي حنا شدينا العجينه ديالنا، راه زدنا داك الماء اللي فيه الزعفران، يمكن مع الزربه راه ما بان شيء ضروري.
صافي هنا غنشدوها غنقطعوها قطع صغيره. هنا ما غنستعملو لا ماكينه لا حتى حاجه، غنستعملوها اليد والمدلك. صافي غنقطعو العجينه. الا كانت شويه الكاميرا بعيده وما شفتهاش اعتذر. دابا غنقطع هنا بعدا واش نديرها في الميكه ديالها، ومن بعد غادي نخدمها فوق سطح العمل. ها نتوما شفتو قطعتها طريفات يعني صغار اولا شكل كويرات صغار. صافي دابا غنديرو في الميكا ثاني غيطرقفوا شويه، نخليهم ثاني واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ثاني، وغنمشيو لسطح العمل وغنبداو. حنا دابا مشينا لسطح العمل، درت البلاستيك لتحت باش ميلصقش. صافي كنضربو بالمدلك وكنطويو على 4 بحال الرغيفه، ماشي رغيفه بالضبط ولكن يعني شي تقول الطبقه الاولى فوق الطبقه الثانيه، والطبقه الثانيه اللي غندوروها ثاني الجهه الاخرى هانت الطبقه فوق الطبقه ثاني، باش هكا باش كتولي العجينه عندنا مقاده. ملي تعاود ترطب ثاني شويه نخليوه في الميكا ترطب شويه بما كمل الاخرين، ونعاودو نبداو من الاولانيه. صافي غندخلها في الميكا ترطب. باش تردوها بالمدلك كتجي مقاده، واخا متكونش مقاده بدا المهم رطبه، على الجرار تيقاد كلشي ماشي مشكل. صافي نبقاو على حساب هذوك اللي عندنا الكويرات كاملين غنديرهم نفس الشيء ونخليهم يرتاحوا، وغنبداو التشباك. دابا غناخدو واحد كرتونه صغيره باش يجيك الشباكيه كلها مقاده ومزيانه. غناخدو واحد الكريطينه غناخدو فيها العرض ديالها واحد 8 سنتيم. صافي وغنديرو الطول اللي بغينا ماشي مشكل في الطول، باش تجيكم تشباك مقاد والوحده تشبه اختها، يعني ما تجيش وحده كبيره شي صغير. صافي دابا حنا هاي صاوبنا هادو كاملين هما درنا في البلاستيك. صافي غنبداو بالاولانيه ان شاء الله كما كانت الاولى ولا اللي كانت الاخر كاع ماشي مشكل، لانهم خليناهم ارتاحوا. هانتا الكرتون اللي خديتها هي 8 سنتيم، انا خديت غير ورقه ديال يعني غير الغلاف ديال الدفتر. صافي وغنقسمها نتوما هكا باش تجيكم سهله ويجيكم يعني كلشي يجيكم قاد. صافي كنضربوا 4 ديال الضربات والكبيره كنقسموها. شفتوا هانتوما 4. والتشباك راه كلشي كيعرف التشباك، المهم راه ساهل التشباك ماشي شي حاجه واعره. ما تخافوش من هاد العجينه لانها ما كتخمر ما حتى حاجه، لان غتكملوا مباشره نيشان تقليو في الزيت وطيو في العسل. يعني ما تخافوا من حتى حاجه، غرقوها مزيان، حاولوا ترقوها، هذا هو الاهم. صافي غنديرو نفس الشيء ثاني بالكرتونه، يعني نفس الشيء اللي درنا في الاول غنديرو في الثاني والى اخره تنكملوا داكشي اللي عندنا كامل. صافي وملي غنساليو ها هما الشباكيه، واخا تحطوا وحده فوق وحده راه ما كتلصق ما حتى حاجه. صافي ودابا هنا غنبداو نقليو في الزيت والعسل، راه ديجا درنا فيه شويه د المزهر باش يجي منكه بالمزهر كيجي زوين. صافي انا زربت المقطع لان راه يجي بزاف طويل هذا، وراه فيه 14 دقيقه راه بزاف، ما ضروري خصنا تشوفوا هاد المراحل كامله. صافي هنا كنبداو نقليو في الزيت. صافي كنصفيو بالصفايه وكنهزو حتى في العسل. صافي نخليه يتشرب مزيان ومن بعد تنزوقوه بالزنجلان ديالنا. وهذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي، نتوما كتشوفوا رطبه ومعسله وشاربه العسل، والقوام تاعها كيجي رائع بزاف ورطبه. يعني ما تخافوش من هاد المقادير راها مضبوطه، يعني اي وحده دارها واخا تكون مبتدئه راه غتنجح مع هاد الوصفه. ونتمنى تعجبكم وتجربوها وترجعوا لي في كومونتير. ما تنساوناش من لايك واشتراك.